عارف ايه دي؟ فراشة، صح؟ طيب تفتكر ليه البنات بتحب الفراشة؟ وحوار بقى شعرته اناني فراشة، ترتدي فراشة والحاجات دي كلها. هل مثلا عشان الفراشة كائن جميل والبنات طبعا كائن جميل فبالتالي كل جميل بيحب جميل؟ طب مش منطقي برضو. ليه مش نحلة مثلا؟ اشمعنى الفراشة؟ طيب لو قلتلك ان الفيديو ده ممكن يغير حياتك، مستغرب صح؟ بس عايزه اقولك ما تستغربش. اثر الفراشة. خليني قبل ما ابدا احكي لك حكايه صغيره. عايزك بقى تصحى وتركز معايا قوي. سنة 1918 كان في جندي شاب اسمه هنري، كان في الجيش البريطاني. قرار مصيري جدا، بناء عليه اتحددت حاجات كتير قوي حصلت في المستقبل. هنري كان في الجيش البريطاني، وكان في الوقت ده كان في حرب بين بريطانيا والمانيا. ففي وسط الحرب دي شاف جندي الماني واقع على الارض ومصاب، وكان ما بين خيارين، يا اما ان هو يقتله يا اما ان هو يسيبه علشان صعب عليه. بعد شويه هنري قرر ان هو يسيبه لان هو كده كده مصاب، فاحتماليه ان هو يموت لوحده كبيره جدا. مشي هنري وسابه، وتمر السنين وبعد 14 سنه يبقى الجندي ده سبب في قتل اكتر من 10 مليون شخص، عشان الجندي ده كان هتلر. اثر الفراشه. عارف واحنا صغيرين لما كنا بنقعد نتخيل ان احنا واحنا ماشيين بندوس على نمله مثلا، والنمله دي كانت متجوزه وجوزها ميت، وانت دوست عليها دلوقتي وقتلتها، وولادها مش عارفين هياكلوا ازاي، هي اللي كانت بتاكلهم، فبالتالي ولادها قرروا ان هم يسرقوا، وهما بيسرقوا قتلوا حد غصب عنهم، فشرطه النمل دورت عليهم وسجنتهم، والنمل ده اتعدم. كل ده حصل بسببك انت. قد انت انسان شرير. السيناريو بتاع تانية ابتدائي ده هو ده ابسط تعريف لاثر الفراشه. حاجة صغيرة ممكن تخلق كوارث كبيرة جدا، وممكن برضو تخلق أعظم حاجة في الكون. كل ده من فعل صغير جدا انت ممكن تكون ما خدتش بالك وانت بتعمله أصلا. وده اللي خلى محمود درويش يكتب في قصيدته الأشهر اللي باسم أثر الفراشة بيت شعر من الأبيات المشهورة جدا لمحمود درويش: أثر الفراشة لا يرى، أثر الفراشة لا يزول. عمرك ما هتعرف تشوف الأثر البسيط قوي ده، ولكن برغم ان هو بسيط جدا الا ان هو تأثيره كبير قوي لدرجة ان هو عمره ما هيروح ابدا. يعني متخيل مثلا ان الجزء اللي انت شرحته لصاحبك قبل الامتحان جه منه الامتحان كله، وبالتالي هو قفل المادة، وبالتالي الجي بي اي بتاعه اترفع، وبالتالي اشتغل في اكبر شركة في المجال بتاعه، وهناك قابل البنت اللي شافها وقرر ان هو هيكمل معاها بقية حياته. نظريا كل ده حصل علشان انت شرحت له الجزء البسيط ده من المادة. الحاجة اللي انت عملتها اصلا وانت مش متخيل ان هي ممكن تكون كبيرة، او مش متخيل انها ممكن تعمل حدث كبير زي ده. انت اصلا ممكن تكون عملت ده وانت مش فاكر ان انت عملته، او انت مش مهتم اصلا بالحاجة دي لانها بالنسبة لك حاجة صغيرة قوي. محمود درويش برضو لما حب انه يعبر عن وحدة الانسان كتب بيت شعر من الابيات الحزينة جدا بالنسبة لي، قال فيه: لا احد يرى اثر الفراشة فيك. يعني حتى الاثر البسيط قوي الصغير جدا اللي ممكن انت تعمله وانت مش شايفه، مفيش حد شايفه فيك. مفيش حد شايف ان انت ممكن تعمل الاثر البسيط ده. حقيقي شعر محزن جدا. فانا شايفه ان انت محتاج دلوقتي تقعد مع نفسك وتفكر انت هتكون انهي بيت من بيتين الشعر اللي محمود درويش كتبهم. انت هتكون الحد اللي محدش شايف الاثر البسيط قوي اللي فيه، ولا هتكون الحد اللي اثره عمره ما بيروح؟ ده قرارك انت. ممكن تكون حد بيسيب اثر بالجزء اللي هو شرحه لصاحبه في محاضره ما، كلمه كويسه قالها، رد فعل لطيف لحد قدامك، بحاجات كتير قوي مش بالضروره تكون كبيره، ولكن هتسيب اثر بسيط جدا وعمره ما هيروح، زي بالظبط اثر الفراشه. ومحتاج تفكر في حاجه مهمه جدا: ايه اثر الفراشه اللي غيرني؟ يعني ايه الحاجه اللي حصلت حتى لو كانت صغيره قوي خلتني الحد اللي انا عليه دلوقتي، سواء حلو او وحش؟ هل الحاجه دي مثلا حدث ما، فبالتالي انت محتاج تكون فاكر الحدث ده وتكون ممتن ليه كل الامتنان اللي في العالم كله؟ طب هل الحاجه دي شخص ما، فبرضه محتاج ان انت تكون عارف الشخص ده عشان تفضل طول الوقت ممتن ليه نفس الامتنان اللي في العالم كله. خليني اقول لك ان انت ممكن تغير العالم. ممكن تكون انت اثر الفراشه اللي عمره ما يزول، واللي ما اتمناش ابدا ان هو يزول. اتمنى لك حياه لطيفه هادئه دافئه مطمئنه بها اقل قدر ممكن من الاذى النفسي او الجسدي.